بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده الفطير الفلاحي زي ما انتم شايفين كده. الفطير طالع معانا زي الملبن. الفطيره طالعه معانا مورقه وكمان طريه مش ناشفه. يلا ندخل على التحضير. اول حاجه كده معايا دقيق حسب الكميه اللي انت عايزاها. طبعا زي ما انتم عارفين هو الدقيق الفطيره دوبك دقيق وميه. نزلت بكميه الدقيق ونزلت عليها بمعلقه ملح، وهنزل عليها بميه بقى. المية دي بقى حسب الدقيق اللي موجود عندك، بياخد دقيق مية كتير او مية خفيف. حاولي تنزلي بالمية واحدة واحدة عشان ما تحتاجيش دقيق تاني وتزودي. زي ما انتوا شايفين كده انا بعجن. العجينة خلاص كده بدأت تلم مني، هبدأ بقى اعجنها، لان طبعا الفطير بيعوز عجن كويس عشان يعمل معاكي العرق، عشان يفرد معاكي كويس وما يقطعش. وحتى لو قطع معاكي بس بتظبط معاكي في الاخر. بس انت برضو حاولي اعجنيها عجنة كويسة عشان الدقيق يطلع الجلوتين اللي هو فيه. زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك انا عجنت. وعجينه الفطير بتكون طريه حاجات بسيطه، ما بتكونش ناشفه شويه زي عجينه القرص، بتكون اطرى حاجات بسيطه من عجينه القرص. زي ما انتم شايفين كده انا بوريكم العجينه. انت لو طبعا عندك عجان هيسهل عليكم الامور، انما لو ما عندكيش عجان زي كده هتعجنيها على ايدك. كده خلاص انا خلصت العجينه. هجيب بقى الصينيه اللي هقطع عليها الكور واحط عليها شويه زيت عشان العجين ما يعملش معاكي طبقه ناشفه على الوش. انا بعمل فطيره حوالي 5 فطيرات. فطيره كبيره بتبقى قطعه كبيره، ومعها 4 صغيرين من اللي انتوا شايفينها دي. طبعا كل ما بتعوزي فطيره كبيره بتكتري، يعني ممكن توصل معاكي لحد 6 أو 7. انت بقى بتعوزي الفطيره زيت بتعوزها زيت من فوق ومن تحت عشان تفرد معاكي. كده انا سيحت كميه السمنه. وبتسيبي بقى الفطير بعد ما بتقطعيه بتسيبي هيريح حوالي معاكي ساعه أو من ساعه لساعتين، ما بيجرالوش اي حاجه. بس المهم تفرديه كده بالزيت، تغلفيه بالزيت وتحطي على وشه كيس عشان ما ينشفش معاكي. طبعا انا كنت عامله فطيره قبل كده بتحطي واحده جوه واحده زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. هبدا افرد واحده معاكم كمان عشان تشوفوها. طبعا انا كنت فارده 2 قبل كده. بتمسكيهم تطبقيهم وتحطهم قلب جوه بعض زي ما انت، حتى لو اتقطعت معاكي زي ما اتقطعت معايا كده ما تخافيش. طبعا اللي بحطه عليها ده سمنه. بتحط بقى سمنه كده وتورقي الطبقات عشان يطلع، كل ما بتورقي كل ما يطلع معاكي طبقات. وجبت بقى الاتنين التانيين اللي كنت عاملاهم قبل كده حطيتهم في قلبها. طبعا الكبيره انت بتحطيها في الاخر. كده بقى انا هخلص كل الكميه فرد بنفس الطريقه وهبدا بقى ابطل. دي طبعا دي اول فطيره انا عملتها، لان انت لو فردتي على طول مش هيفرد معاكي، هيمط معاكي ومش هيفرد. انما انت بقى بتريحيه، بتسيبيه يريح شويه عشان تفردي معاكي بكل سهوله. طبعا في الوقت ده احنا ولعنا الفرن. احنا طبعا الفطير بيدخل على الفرن السخن. كده خلاص انا فردت وهبدا افرد واحده برضو كمان. كل ده طبعا ارتاح معايا، انما لو ما كانتش ارتاحت ما كانتش هتفرد معاكي بكل سهوله زي ما انت شايفه كده. كده خلاص انا فردتها. هبدا بقى ادخلها الفرن على نار عاليه. وده شكلها معايا. حاولي بقى تضيريها عشان الفرن بتاعك لو في حته مثلا احمرت وحته لا. شوفوا انا بوريكم الفطير طالع معايا منفوخ ازاي. رك الفطير بتاعك ما يطلع معاكي منفوخ زي ما انت شايفه كده، تعرفي اللي هو مورق من جوه وطالع معاكي هشش. كده انا لفيتها عشان ده تاخد اللون من جميع الجوانب. زي ما انتوا شايفين كده شكلها اللهم بارك يفتح النفس. والفطير طالع معانا زي الملبن ما هوش ناشف. الفطير طالع معانا طري ومورق كمان. زي ما انتوا شايفين كده انا بوريكم كل الفطير، مفيش فطيره فيهم طالعه معاكي ناشفه. وكمان التوريقات من جوه زي ما انت شايفه كده. عشان مثلا لو واحده ما بتعرفش تفرد الفطيره كلها على بعضها هتفردها بالطريقه دي هتطلع معاك في منتهى الجمال. كده بقى محتاج حته قشطه وشويه عسل وحته جبنه حادقه، ويبقى عندك احلى فطير فلاحي عملتيه بايديكي وعملتيه في البيت. طبعا لو عندك حته قشطه ممكن تدهني الوش بتاعه قشطه قبل ما تدخليه الفرن.
وطريقته سهلة وبسيطة، وجربوها وما تنسوش اللايك والاشتراك.